السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم خيتي في قناتي. قبل ما نبداو الوصفة نسمو بالرحمن ونصلوا على النبي العدنان عليه أفضل الصلاة والسلام. اليوم كما راكم تشوفوا جبت لكم طبق الكسكسي بالصح بكل مراحله، يعني من نهار اللي نفتلوه حتى نهار اللي نعاودوه ونوجدوه باه ناكلوه. إذا هنا كما راكم تشوفوا اللقطة الأولى اللي وريت لكم هذه السميد كيف فورته. اذا نجيب السميد نتاعي اللي راح نفتل به، نفتل بالسميد المتوسط اكيد، نفورو ليله قبل ونخليه يبرد، ومن بعد نفوتو في السيار قد ما نحيلو كاع هذوك التكتلات وهذوك الكور اللي يديرهم كيفور. ايا ونعاود نقول لكم نحطو على تيه غدوه من ذاك الصباح، يعني صبحت مبكره كما راكم تشوفوا هنايا. باش نفتل حطيت القصعه نتاعي ودرت شويه من هذاك السميد كميه قليله، رشيتها بالماء وبديت نفتل كما راكم تشوفوا، ندور غير باطراف الاصابع، ندور ونرش ندور ونرش. بعدين بديت نضيف السميد كل ما نرش رشه وندور، نعاود نضيف لها شويه نتاع السميد ونرش كما كان. يعني هنايا اختصرت لكم شويه المراحل خاطرش الفيديو يجي طويل بزاف. اذا بعد نجيب الصيار نتاع الكربايل هذا اللي راكم تشوفوا فيه، نصير كاع الكربايل ونضرب الصيار مليح، ومن بعد نحك الكربايل هذاك بين يديا، يعني على الصيار ننزل كلش، ومن بعد نجبد الصيار على جهه او الطعام على جهه عفوا، ونجيب الصيار نتاع الطعام. شوفوا هنا راني نحك ونطيح، نحك ونطيح ونضرب شويه باش يطيح كاع الطعام هذاك يطيح لي. وكي يكون السميد فاير راهو ما يغبنكش، راهو يتفتل بالخف ويطلع لك الطعام بالخف 5 يعني ما يديرلكش الكريبيل. اذا هنايا انا هذا 12 كيلو فتلتها يعني في نهار واحد، يعني ساعدني السميد بزاف كي يكون فاير. اذا هنا جبت السيار نتاع الطعام وبديت فانيك نضرب نسير ونضرب باش تطيح كاع الفتله ويقعد لي غير الطعام برك في السيار. إلا تضرب مليح باش تخرجي الطعام صافي. يعني كما راكم تشوفوها والطعام صافي نحطو بجيه ونعاود نرجع نفتل هذه الفتله كما هي. اذا انا كملت كاع 12 كيلو تاعي، يعني اختصرت لكم قلت لكم المراحل وجيتكم هنا للمرحله نتاع البريد ولا المحاس. هنا حطيت الطعام نتاعي المفتول، راني قاعده نحل فيه بيدي كاع، ومن بعد نضيف له كميه نتاع الفرينه باش نبردوه. اذا هنا نضيف له كميه تاع فرينه ونرجع كاع نفتلو مع هذيك الفرينه، نخلطو فيها ندخلو فيها كامل كما راكم تشوفوا. يعني نظن كاع النساء تعرف تفتل، ولكن فقط للمبتدئات اللي ما يعرفوش، يعني نعلمهم المراحل نتاع الفتيل باش هذه المهنه تبقى متوارثه بين الاجيال ما تنقرضش. اذا هنا نطلع الطعام نتاعي كاع هنا نجيبو على جهه، ونبدا هذه الطريقه نتاعي تاع المحيص انا باش كاع الطعام يفوت على يدي وكاع يتبرد وكاع يتمحص ويجيني رطب ويجيني على حبه. شوفوا هنا نبدا ندي فيه ونجيب هكا بيدي بكفوف الايادي ونزير على القصعه. هنا راني نزير فيها، نزير في يدي يعني باش الحبات يتكوروا تاع الطعام ويتغلفوا بالفرينه ويجوا رطبين. اذا هذه العمليه راكم تشوفوا فيها كررها 7 خطرات، نعاود كاع نبردو ونهبطو كما كنتو تشوفوا على حبه الحبه، ومن بعد نعاود نرجع نطلعو ونعاود نفتل كما هكا نمحص كما هكا. يعني هذه الطريقه قلت لكم درتها 7 خطرات باش يجيني الطعام تاعي مبرود سوا سوا وعلى حبه. بعد ما نكمل البريد نجيب الصيار نتاع الطعام كما راكم تشوفوا ونعمرو كاع بهذاك الكسكس ونبدا نصير فيه هنايا باش نطيح الفتله ويبقى لي غير الطعام صافي في السيار. اذا نعمر كاع السيار تاعي
وهنا من الأحسن ما نعمروهش كاع باش يتصير لنا مليح. هنا جاتني الكمية كبيرة، دوك نقص منها شوية ونسير غير بالكمية القليلة باش نتحكم في السيار وباش نضربه ونطيح يعني الفتلة كامل. هنا نقصت كما كنتم تشوفوا جاتني كمية بتكم ياسرة. اذا ونبدا نصير ونضرب نصير ونضرب باش تطيح كامل الفتلة ويبقى لي الطعام صافي. وهذه المرحلة هي نتاع السحقة في الفتيل. هنا تخرجي الكسكس نتاعك يعني صافي، وهنا تبان لك الجوده نتاعك تاع الفتيل. وانتي تتحكمي في الطعام، اذا حبيتيه خشين، اذا حبيتيه رقيق، اذا حبيتيه متوسط، اذا حبيتيه يعني اللي يعرفوا يفتلوا راهم يعرفوا كيفاش يتحكموا فيه في الرش. نهار اللي تبداي ترشي اذا كنتي تبغي خشين تبداي ترشي بزاف يعني وديري غير شويه نتاع السميد منين ذاك. اذا كنتي تحبيه رقيق ترشي رشه واحده برك وديري السميد، ورشه ما تكونش معمره بالماء يعني قليله، يعني اللي يفتلوا راهم يفهموا واش راني نقول. اذا وهنا هذه هي الفتله اللي راكم تشوفوا فيها، والطعام كنت خرجته صافي. انا حطيته بجيه دروك باش نروحوا للمرحله هاوين هنا اللي نوري لكم فيه. يعني جا كامل على حبه، جا روعه. وانا هنا درتو فوق المتوسط غير بشوي يعني متوسط. وهذه هي الفتله اللي نزلت لي. هذه دوك نعاود كاع نرجع نفتلها ثاني. اذا هنا كملت كاع الكسكس نتاعي كما راكم تشوفوا. هذه هي الكاسعه اللي حطيت فيها المبرود. وهنا نبداو مرحله واحده اخرى وهي مرحله التفوار والتفتات. اذا هنا نفوروه، نبدا نفور فيه بالكسكس كما راكم تشوفوا حتى يبدا يطلع منه البخار. وهنا كي بعد لي فارلي نجيبو هنا وين راني مفرشه درع نقي في مساحه كبيره هي، ونحط السيار نتاع الكربايل ونبدا نحط فيه السميد، يعني نحط فيه الطعام عفوا ونصير. وقبل هذه الطريقه شوفوا انا الطريقه اللي نديرها، نحط الكسكس كيفور بالطعام نتاعو، نفرغوا فيه هذو الاكياس نتاع السميد، هذه البلاستيكيه هذه نفتت فيها انايا الكسكس هذاك اللي يكون الطعام اللي يكون كاع على شكل كسكس نفتو هنايا. تساعدني هذه الطريقه. ومن بعد نبدا نحط في خاطر لو كان تحطي الكسكس ديريكت في السياره يجيك شويه العمليه صعيبه وتطولي والطعام سخون يعني تتغبني. بصح بهذه الطريقه يعني نفتو في الشكاره ومن بعد نبدا هنايا غير بالسياسه ندير ونصير، ندير ونصير حتى لين نخرج الطعام. والريسان هذوك الخشا اللي يقعدوا لي نحطهم بجيه. نكمل كاع مع الطعام نتاعي بنفس الطريقه هذه اللي تشوفوا فيها. ومن بعد يكتينا ننشروا كما قلت لكم ونحلوا كاعتنا على الدار تكون نقيه نظيفه يعني ونخلوه ينشف. يعني هنا قلت لكم نصير ونحك ونفركت فيه هكا حتى نكمل كاع مع الطعام نتاعي. اذا هنا هاني نشرته كما راكم تشوفوا كامل بمساحه قلت لكم تكون شويه كبيره ايوا. ونخلوه هنايا. انا يمين رانا في المومون تاع البرد خليته 3 ايام كل يوم نقلب فيه. كل يوم الصباح نجي ليه نعاود كاع نقلبو هيا نلمو كاع في الوسط ونعاود نرجع كاع ننشرو من دار جديد هكا حتى كيما راكم تشوفوا. هذا هو الشكل تاعو. نهار ديريه بين سنانك تحسيه يابس، هنا تعرفي بلي الطعام تاعك صاي يبس. هيا عمرته في شكاره ودسيته وجبت هنايا كميه درت منه خرجت منه معروف في هذاك النهار. اذا صورت معكم شاركت معكم الطريقه. اذا هنا جبت القطع نتاع اللحم تاعي وبديت نخدم في المرقه. اذا درت اللحم يتقلى في الزيت، زدت له شويه نتاع البصل، زدت له شويه نتاع الطماطم، زدت له طماطم مصبره وطماطم الحب. اذا ودرت لي زيبيس اللي عندي التوابل، درت راس الحانوت وكمون حبه كحله وملح. اذا وضفت الخضار كما كنتم تعرفوا زروديه والقرعه كورجيت والبطاطا. اذا نمرق كلش مع بعض. اذا عندك الكرافس ديري عرق تاع كرافس، انا عندي شويه تاع الحار درتو الكرافس ما عنديش. اذا ونغلق عليها ونخليها بدي. هنا جبت الطعام تاعي بعد اللي غسلته وحطيته في القصعه نشف لي شويه، حطيته في القصعه هنا حليته كما راكم تشوفوا. بعد نعمره في الكسكس ونبدا نفور فيه. بعد اللي فارلي كما راكم تشوفوا نحطه هنايا
وانا درت تاع معاوده واحده. كاين اللي يعاودوا 2 خطرات 3 خطرات، وكاين اللي يعاودوا غير خطره واحده وبعد يديروا الدهان. اذا انا درت تاع خطره واحده خاطش الوقت داهمني وللغدا وباش نخرج الطعام تاعي. اذا درت تاع خطره واحده ندير له الملح ونبدا نعطيله في الماء. مينو طعام جديد يليق تعطيله الماء، يعني ما تخافيش تعطيله الماء ويجيك روعه. اذا عطيت له الماء ونخليه نجبدو على جهه نضربو بيدي مليح كيما راكم تشوفوا حتى يتشرب كاع هذاك الماء والملح، ومن بعد نجبدو على جهه ونخليه ينشف لي. وهنا عاود عمرته في الكسكس وحطيته هنايا دروك باش ندير له الزبده. اذا هنا الطعام المرقه تاعي وجدت كيما راكم تشوفوا فيها. شوفوا كيفاه جات دايره، جات روعه حمراء ما شاء الله ثقيله. وهنا جيت نفركت في الطعام تاعي بالمغرف خاطر سخون بزاف باش ندهنو دروك مرحله الدهن. كنت ذوبت الزبده نتاع العرب، ذوبتها في كسرونه هيا هنا، وبديت نرش فيه ونخلط، نرش فيه ونخلط حتى يتشرب كاع الزبده. هنا كملت البقيه اللي الكميه قليله الباقيه اللي قعدت لي، هاني درت لها الزبده هيا وخلطت كامل الكسكس مع بعضه. ونبدا دوك نعمر فيه في الغرفه. الطعام تاعي راه واجد، نعمرو في الغرفه يعني نعمر فيه. يعني اختصرت لكم المراحل قدر المستطاع، قلت لكم اذا درت كلش بالتفصيل يجي الفيديو طويل بزاف. اذا هنا عمرته وستفت فوقه اللحم اللي كان طابلي في المرقه، خرجته منها وستفته. اذا ودرت الخضار ودرت كلش، ولكن المقطع راح لي نعتذر منكم يعني. وغصبوا خرجوا الطعام خرجوه، يعني ما لحقتش به نصور مراحل الاخيره، نعتذر منكم. اذا كان هذا هو طريقه فتل الكسكس من الالف الى الياء. نتمنى نكون كان الفيديو خفيف عليكم وتكونوا فهمتوني. اذا حبيباتي اذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناه ودعمي باللايك ومشاركه الفيديو مع الاصدقاء. وجبت لكم بعض الصور ومقتطفات من الكسكس اللي يخرج في المعروف باش تشوفوا. اذا نلتقي بكم في فيديو اخر والى اللقاء.